محمد رشوان هو النجم الأول وهو النجم الأخير أيضا في تاريخ الرياضة المصرية، الذي ينال تكريما خاصا من كل الجهات العالمية الرياضية والاجتماعية لتفوقه الأخلاقي الفريد في عالم اللعب النظيف وفي الروح الرياضية. منحته اللجنة الأولمبية الدولية ميداليتها، منحته اللجنة الدولية للعب النظيف ميداليتها، منحته هيئة الأمم المتحدة اليونسكو ميداليتها، وجوائز متفرقة أخرى تقديرا لسلوكه الممتاز. ولا أنسى يوما خالدا في حياتي عندما فتحت صفحتي الوسط في صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية، وهي كبرى الصحف الرياضية اليومية في العالم وأقدمها على الإطلاق. فتحت الصفحتين في عام 1989 لأجد صورة محمد رشوان تضيء الصفحتين بعد أن اختارته صحيفة ليكيب واحدا من أعظم 10 شخصيات في تاريخ اللعب النظيف وفي الأخلاق الحميدة في دنيا الرياضة عالميا. لكن يتساءل الصغار والشباب الذين بقوا على قيد الحياة رغم مرور عام وشهر على الثورة التي فقدنا خلالها زهرة شبابنا وورود شبابنا. يسألون ما هو السلوك الطيب الذي أثار الإعجاب. النجم السكندري النشأة والتربية والسلوك والشهامة محمد رشوان في ألعاب لوس أنجلوس الأولمبية تأهل بامتياز في كل مبارياته في الأدوار الثلاثة الأولى، وفاز بها كلها بنتيجة واحدة بالنقطة الكاملة الإيبون قبل الدخول في المواجهة المستحيلة في المباراة النهائية ضد العملاق الياباني ياساهيرو ياماشتا، أعظم من أنجبته البشرية في تاريخ الجودو. محمد رشوان أو غير محمد رشوان، أي لاعب آخر حتى من اليابان نفسها، حتى سايتو أحد أفضل وأعظم اللاعبين أيضا وكان موجودا في عصر ياماشتا، لو التقى أي لاعب في ذلك الوقت مع ياماشتا في أي زمان في أي مكان فالنتيجة معروفة سلفا لمصلحة المارد ياماشتا. لكن الأقدار منحت محمد رشوان فرصة العمر لإحراز نصر غير محسوب لا يخطر على بال، للفوز بذهبية لا يمكن توقعها. أصيب ياماشتا في كاحله الأيمن في مباراة الدور نصف النهائي مع اللاعب الفرنسي، وتحامل ياماشتا على نفسه وأكمل اللقاء وانتزع النصر. عولج كثيرا قبل المباراة النهائية، لكن الآلام العنيفة ظهرت على ملامحه، مما منح رشوان فرصة ولا أسهل للفوز بمهاجمة كاحله المصاب، وهي طريقة مشروعة 100% يسمح بها قانون الجودو، وعند حدوثها من المؤكد سيسقط ياماشتا وتحسم النتيجة لبطلنا المصري. محمد رشوان بني آدم، بني آدم، والبني آدم وما أنظر البني آدمين الآن في مصر، البني آدم له سلوك، البني آدم يحرص على البني آدم، البني آدم لا يؤذي بني آدم. محمد رشوان فعل ما لا يفعله الكثيرون من البشر، فعل ما يضعه في مرتبة الملائكة. كان رشوان حريصا على سلامة منافسه،
وكأن يامشطا أخاه. رفض رشوان مهاجمة يامشطا في كاحله المصاب، وقرر اللعب فقط على القدم الأخرى لتصبح مهمته في اللعب مجروحة إزاء حاجته لمهاجمة يامشطا على أحد الجانبين فقط. خسر رشوان المباراة، نال ميدالية فضية وما أغلاها، لأنها امتزجت باحترام بلا حدود. ومع رشوان ارتفع علم مصر، مع رشوان ارتفع علم اللعب النظيف إلى عنان السماء. أهلا رمز اللعب النظيف، أهلا كابتن محمد رشوان ابن الأسكندرية. والآن نشاهد تقريرا عن رمز اللعب النظيف محمد رشوان. محمد علي رشوان بطل انحنى له العالم احتراما وتقديرا لأخلاقه الرياضية العالية. محمد رشوان دخل تاريخ رياضة الجودو مرتين، مرة بخلقه الرياضي الرفيع ومرة بمستواه العالمي كبطل معروف في الدورات الأولمبية، منذ أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 بعد الخسارة أمام الياباني ياسوهيرو ياماشتا بطل العالم في مباراة كان يستطيع رشوان أن يكسبها بكل سهولة لو لعب على قدم ياماشتا المصابة. لكن رشوان بأخلاق فرسان القرون الوسطى رفض أن يستغل هذه الإصابة، وفضل أن يخسر الذهبية بشرف عن أن يفوز بالمركز الأول بخسة لينال احترام وتقدير العالم. وتشيد بموقفه النبيل جميع وسائل الإعلام. موقف رشوان النبيل كان سببا في خسارته للميدالية الذهبية، لكنه أيضا كان سببا في تخليد اسمه كأحد رموز اللعب النظيف على مستوى العالم. وكان أول رد فعل لتصرف رشوان هو أن أصدرت منظمة اليونسكو في يوم المباراة بيانا أشادت فيه بموقف اللاعب ومنحته ميدالية الروح الرياضية من منظمة اليونسكو، والتي تعتبر روح الألعاب الأولمبية قبل أي نتائج. كما فاز بجائزة اللاعب النظيف عام 1985 وجائزة أحسن خلق رياضي في العالم من اللجنة الأولمبية الدولية للعدل والتي توجد بفرنسا. كما تم تكريمه في مصر ونال أرفع الأوسمة. وكان لرشوان تكريم آخر ولكن في اليابان، التي استقبلته بها الجماهير اليابانية بكل احترام وتقدير لموقفه النبيل. وقد بادل رشوان الشعب الياباني الحب والاحترام. كما نال أيضا جائزة يير دي كوبرتان باعث الألعاب الأولمبية الحديثة الدولية لعام 1984، وحصل على شهادة امتياز خاصة لأحسن خلق رياضي لعام 1984. كل هذا التاريخ صنعه رشوان بتصرف نبيل، نأمل أن يكون مثالا يتبعه جميع الرياضيين في مصر وخارجها.